السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد أوقاتكم جميعا، وبتمنى منكم لايك وشير واشتراك في القناة لأنه كتير مهم إلنا. طبعا كلكم عارفين إنه سبب قلة الطحين صرنا نبتكر كل الطرق، جربنا العدس والرز وكل البدائل، لكن أفضل خيار يا جماعة هو المعكرونة كبديل عن الطحين. إنه أنت تنقعي المعكرونة، ويفضل هذا النوع مدة طول الليل، والصبح بتكبي عنها هذه المي، وبعد هيك بتحاولي انك انتي تصفيها كويس من هذه المي الموجودة داخلها. ولو شطفتيها كمان مرة او مرتين بيطلع كمان اشي انظف، لانه ممكن يكون في ريحة للمي هذه الموجودة. بعد هيك ببدأ إني أنا بعد ما صفيتها، شايفين صفيتها وغسلتها تماما، ببدأ بإيدي أو عن طريق أي إشي. شايفين كيف أنا ببين لكم بالفيديو إنه هي كتير سهلة إنك انتي تنعميها على الآخر. فبأي استخدام أي أداة، لو موجود عندك أداة أو عندك أي ماكينة، أنا هان استخدمت إيدي ونعمتها على الآخر، وبضلي زي هيك بإيدي بمعسها أو بفعسها أو ما بعرف اللفظ تبعها كيف، إنك انت توصليها لمرحلة إنها شبه العجينة الناعمة. بضيف شوية ملح، طبعا أكيد ما ننسى الملح لأنه هذه بالنهاية عجينة والعجينة بدها ملح. ضفنا الملح وضفنا شوية خميرة، دوبناها بشوية مي، حركنا المي مع الخميرة الدافية مع المي الدافية، وبدينا نضيف الخميرة لخليط المعكرونة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا رب تفرجها علينا يا رب، ونرتاح من هذا التعب يا جماعة، لأنه عن جد إشي مهلك إنك تفكري كيف بدك تصنعي بعض الأشياء الخفيفة الأساسية الضرورية لعائلتك. طبعا في ناس كتير ممكن تقول لي ليش يعني معكرونة وطحين ما التنين استهلاك، وهذا غالي وهذا غالي. لكن يا جماعة هذه المعكرونة موجودة عنا من قبل، سعرها صار غالي هالوقت، بس هذه موجودة عندنا ومتوفرة، فالحمد لله رب العالمين موجود الحمد لله. هيك بعد ما نعمناها ببدأ أضيف فيها كمية الطحين اللي عندي. بتوفر يا جماعة، بتوفر طحين. يعني إحنا جربناها، الكمية بدل ما تعمل معاكي بدون معكرونة ممكن تعمل معك مثلا كمية 20 رغيف، بالمعكرونة بتعمل معك 32 رغيف. أنا جربتها 32 رغيف يا جماعة بتكفي عيلتين أو ثلاثة لمدة يومين في هذا الاقتصاد اللي احنا يعني هيك بنسيبها بعد ما نعجنها ترتاح. بعد ما ترتاح بيكون هذا شكلها، لأن طبعا يا جماعة مش عجينة عادية. بديت أقطعها وأرقها بهذا الشكل، شايفين زي ما انتوا إنها ناعمة بعد ما رقيتها برضو، شايفين وقوامها كتير حلو كويس، والحمد لله منيح في هذا الوضع الصعب. الحمد لله اللي بنقدر نلاقي هذه الأشياء. الطحين كتير مهم يا جماعة لكل عيلة، الكبار والصغار ما بيقدروا بدون طحين. مرضى السكر لازم يصحى الصبح ياكل لو إشي بسيط، لأنه ما في أشياء بديلة، ما في فاكهة، ما في مكسرات، ما في أي إشي إنه نقول ياخدوا أي سناك بديل عن الخبز. فالخبز إشي أساسي، رب ما يحرم حدا منه يا رب. طبعا زي ما انتم شايفين الحج بتحاول ترق وتظبط الوضع على آخر حلاوة زي ما بنحكي، والحمد لله رب العالمين. يعني إشي كويس يا جماعة إنك أنت تقدر تحاول قد ما إنهم ضيقوا عليك، إلا إنك تحاول تختلق أو تصنع فرص أو تصنع بدائل، تمشي فيها يومك وتدبر حالك كرب أسرة. الحمد لله رب العالمين. شعب غزة شعب مبدع ومستحيل، يعني لا للمستحيل، كل إشي له بديل. وبنحاول كأمهات إنه نوفر كل إشي لعائلاتنا ولأولادنا ولبناتنا ولأهالينا ولأزواجنا طبعا، لأنه يا جماعة بينه وبينكم الأم هي أكتر حدا بفكر في كل العيلة. لكن بشكل خاص بالنسبة لأهل غزة كل الناس بتفكر. الولد الصغير صار يدور يقول يا الله كمان ساعة في تكية، كمان ساعة في مية. وهذا حالنا الحمد لله رب العالمين. طبعا بعد ما رقينا كل الخبز بنجهزه على فرش أو على قطعة من الخشب حتى نوديه على الفران يخبز لنا إياه. والحمد لله رب العالمين هذا روتيننا، الحمد لله احنا قادرين نجيب، غيرنا مش لاقي الحمد لله. وهذا هو الشكل النهائي. طبعا حلو يا جماعة، الحمد لله إشي كويس وطري،
الخبز طري يا جماعة ومحمر ما شاء الله زي ما بنحكي بغزة، مقمر ومحمر. الحمد لله رب العالمين. لا تنسوا اللايك والشير والاشتراك.